هلا وحبايبي، شلونكم؟ راح اسوي لكم حلا رمضاني كل سهل وسريع ب3 مكونات فقط، اللي هي القشطيه. اول شي راح نضيف كوب من الطحين، راح نضيف علبه قشطه، وراح اضيف ملعقه صغيره من البيكنج باودر. مرات تحتاجون قشطه اكثر او اقل حسب نوع الطحين اللي عندكم. راح اخلطها هسه. لازم تكون عندنا عجينه متماسكه. صارت عندي عجينه بهالشكل هذا. طبعا علبه قشطه واحده كلش كفتني، واللي هي 160 غرام. اوكي، راح اتركها فد ربع ساعه بعدين نرجع. يصير عندنا عجينه بهالشكل هذا. علبه واحده كفتني اللي هي 160 غرام. راح اتركها فد ربع ساعه ترتاح. طحين راح افتح العجينه. فتحنا العجينه وراح اقصقصها باي قوالب انتو عندكم. اني هذا الدائري وهذا الحجم كلش مناسب. هسه راح اقليها. شوفوا شلون تبدي تنفخ عندكم بالشكل هذا. هاي جهزت عندي، بس نضيف لها القطر او العسل او الحليب المحلى حسب انتو رغبتكم شو تريدون. والف عافية.